بالنسبة لحكم التلفاز كجهاز كآلة حكمها مباح، يعني ليس فيه ما يمنع، لكن الذي يشاهد على التلفاز هو الذي يقال فيه هل يجوز أو لا يجوز. نعم. إذا كان الإنسان يشوف بعض الصور بعض المشاهد لو كانت في الواقع لا يحرم النظر إليها، كما يحرم النظر إليها في الواقع يحرم النظر إليها عبر الوسيلة عبر التلفاز. إذا كان الأخبار كما قالت احنا نسمع الأخبار والأشرطة العلمية الاستكشافية وحياة الكائنات الحية من الطيور من السباع من الوحوش، يعني وكيفية تعايشها وكيفية صيدها وكيفية بناء عرينها وما إلى ذلك، يعني كل هذا مما يعرفنا على قدرة الخلق والإبداع لله تعالى. رب سبحانه عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يعرفون هذه الأسرار الكونية، فإذا كان التلفاز يعرض علي ما يعرفني عن بعض هذه الأسرار من أجل أن أتقرب أكثر إلى الله وأن أعرف الله أكثر، فهذا ليس فيه حرام. قلنا ولكن إذا كان يعرض علي المسلسل يخلي المرأة مثلا تحرق على المدفأة، يعني تتبع المسلسل، وخاصة إذا كان المخرج يعرف يسجل النقاط نتاع التشويق وين يحبس، خلاص انت الدنيا تقوم وما على بالوش لازم يشوف اللقطة. فلذلك ما يضيع الوقت على صاحبه يهدر الوقت له أثمن شيء يملكه الإنسان. إذا كانت المشاهدات تضيع لك الوقت نتاعك، تضيع الفرص، تضيع الطاعة، تضيع القراءة، تضيع العلم، تضيع المطالعة، فهذا لا يجوز. تشاهد ما لا يجوز مشاهدته كذلك لا يجوز، لكن الأخبار والعلوم هذا ما فيش إشكال، والله الموفق. إذن الحكم الحرام ولا الحلال مش في الجهاز نفسه، إنما فيما يعرض ويشاهد عبر الجهاز.